أكيد الفنانة الكبيرة وهي بتتمشى على الشط أو بتحضر حفلة على يخت مهرجان الجونة سألت نفسها سؤال واحد: أنا بقالي في الكار ده طول عمري، اشتغلت مع واحد حلم عمره إنه ياخد جايزة كبيرة في المهرجان، مقدرش يحققها بشكل رسمي إلا لما حصل التكريم، وتيجي ناس تانية بعيدة عن الصناعة اللي نعرفها وتحقق اللي محققناهوش على مدى 70 سنة بأدوات بسيطة وبناس أكتر حاجة تتقال عليهم إنهم هواة. ناس أول مرة يقفوا قصاد كاميرا تقدر تحقق جايزة مهمة زي جايزة النقاد من سنتين، قبل ناس تانية ومن نفس البلد للمفارقة يحققوا جايزة تانية متقلش أهمية عن الجايزة الأولانية، وإن كانت المرة دي عن فيلم وثائقي. لو أنا واحد من الصناعة دي طول عمري بعمل أفلام، بالتأكيد دماغي مش هتبطل تفكير، لكني في الآخر هقدر أوصل لإجابة السؤال المهم واللي قاله قبل كده يوسف شاهين نفسه زمان: عشان توصل للعالمية لازم تكون محلي جدا. المحلي مش بس اني اعرض قصة في حي شعبي، بقدر ما كان الغوص في اعماق هذا الحي، بقدر ما كان الغوص في اعماق المجتمع ده ومشاكله اللي بيعاني منها من سنين. هنا انت ممكن تقول ان الموضوع مش جديد، واحنا كان عندنا افلام ومخرجين لمسوا الواقع ده اكتر من يوسف شاهين نفسه. لكن حظ يوسف شاهين انه كان قريب جدا من فرنسا، وانها كان لها الفضل في انتاج جزء كبير من افلامه اللي عرضها هناك. بس يمكن السقف نفسه كان عالي جدا عليه، او انه على الرغم من التاريخ الطويل مع كان الا انه هو نفسه عانى من حاجات كتير مع لجنة التحكيم، او ان في شفرة مقدرش يفكها معاهم طول حياته، وجه الجيل الجديد، الجيل اللي احنا فيه دلوقتي، ونجح في انه يفكها. هنا احنا نقدر نرجع بالزمن شوية ل3 سنين ورا، وقت ما كان أمير ويلز وحرمه المصون بيزوروا مصر. واللي فاكر الزيارة دي يفتكر انهم زاروا الأهرامات وأبو الهول والأزهر الشريف. هل هم جم اسكندرية هنا ولا لأ؟ في الحقيقة دي أنا مش فاكرها، لكن كانت في زيارة خاصة ناس كتير ما توعاش عليها، قامت بيها مرات شارلز لمنطقة عزبة خير الله عشان تحضر عرض مسرحي فوق سطح أحد المنازل لسيدات فضليات اشتغلوا في مجال الخياطة عن قصة كفاحهم النبيلة قصاد الفقر والبطالة. صحيح ان العرض والزيارة تم عن طريق المركز الثقافي البريطاني، صحيح ان الموضوع مترتب، لكنها كانت تقدر تحضر حاجات تانية كتير. عرض في دار الأوبرا المصرية مثلا، أوبرا عايدة يعني على سبيل المثال، لكنها فضلت انها تشوف عرض بسيط وتقبل انها تشوف ناس هواة ملهمش علاقة بمعايير الفن المعروفة. يمكن في الفيلم ده في أوجه تشابه بسيطة، وإن كان الوضع أحسن كتير، فالبنات نفسهم لسه في بداية الطريق، والموهبة أكيد حاضرة زي ما بنشوف في مشاهد الفيلم، ومع الموهبة بنشوف قصة كفاحهم هنا بقى قصاد الجمهور اللي ما بيتقبلهمش بسهولة، لحد ما الناس تتعود ويتقلب الهجوم للتشجيع. المخرجين أيمن الأمير وندى رياض فضلوا إنهم يسيبوا الكاميرا تصور رحلتهم في تحقيق حلمهم، وهي بقى تقوم بالواجب، فيتحقق اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول من غير سكريبتات: الغوص في أعماق المجتمع ومشاكله المزمنة، أو بمعنى أصح يتحقق القالب اللي مصر اتحطت فيه واللي فهمه الجيل الجديد مؤخرا وقدرنا نوصل بيه لمنصات التتويج. أفلام بتقربك من الواقع المصري وبأدوات بسيطة تقربك من الواقع ده حتى ولو غاب عنها الاحتراف. عارف إن الناس هيبقى عندها تحفظ شديد على الفكرة، لكن بمنتهى الصراحة الشديدة، الراجل الأجنبي لو انت وريته فيلل وكومباوندات ومأساة رجل أعمال غلبان في مصر فهو مش هيشوفك بالتأكيد. انت بالنسبة له عالم تالت، وهتفضل عالم تالت حتى لو طلعت صواريخ لكوكب المشتري. فما عليك انك ما تخجلش من نفسك ومن مشاكلك، واذا كانت في قصة حلوة في وسط العتمة فلا تتردد في عرضها، فالصورة بالتأكيد هتبقى أحلى في النهاية حتى ولو كانت من غير ترتيب. آسف على الإطالة.